كان هناك تظاهرة في منطقة سيدي بشر ومنطقة ميامي. هذه التظاهرة وصلت قوات الأمن إليها قبل أن تبدأ، وقامت باعتقال بعض الفتيات بشكل غير لائق من الشارع قبل أن يشاركوا في التظاهرة، وهم عددهم 3 فتيات من بينهم طالبة تدعى إسراء أحمد حمودة. قاموا باختطافهم من الشارع وثم اقتادوهم إلى قسم شرطة أول المنتزه. انتهت التظاهرة وبعدها أصدر التحالف الوطني للدعم الشرعية بالإسكندرية بيانا دعا فيه جماهير الإسكندرية للتوجه لمحاصرة قسم شرطة المنتزه وتحرير الفتيات. وقال التحالف أننا حذرنا مرارا أن البنات خط أحمر ولن يمكننا السكوت عن اعتقال الفتيات، وحذرنا في المرات السابقة أنه من الآن فصاعد تعد مقبولا اعتقال الفتيات، وبالتالي الجماهير أن تبحث باتجاه قسم المنتزه وتقوم بتحرير الفتيات. طيب، هل هناك تحرك الآن في هذا الاتجاه، تحرك جماهيري باتجاه قسم المنتزه بالفعل؟ لم أسمع الصوت محمد. يعني أسأل فيما يتعلق بدعوة التحالف الوطني لدعم الشرعية، هل هناك استجابة فورية الآن للتحرك باتجاه قسم المنتزه كما دعا التحالف الوطني لدعم الشرعية؟ يعني في محيط قسم المنتزه حتى هذه اللحظة لا توجد أي حركة على الأرض، لكن هناك تحركات بدأت تتجمع بالقرب من القسم في شوارع محيطة به، شارع مصر وشوارع أخرى. بدأت هناك تجمعات وما زال كثير من المتظاهرين يتوافدون على هناك. أشكرك شكرا جزيلا الصحفي